معاكم أنا منى الجواد وحلقة جديدة من برنامج حياة الإيمانية ومكملين مع سفر الرحمن وآيات من سفر الرحمن. النهاردة هناخد من الآية 62 حتى الآية 78 كده تكون الحلقة الخامسة والأخيرة ونكون خلصنا سورة الرحمن الحمد لله، ونرجع لها بتدبر أعمق وتأمل أقوى من اللي احنا عشناه خلال الخمس حلقات اللي فاتت. اللي فاتت بيكلمنا عن نعيم الجنة ووصف نعيم الجنة، واتكلمنا عن الإحسان. يجي ربنا سبحانه وتعالى زي ما وصف لنا الجنة الأولى يوصف لنا الجنة الثانية، ده كله لمن خاف مقام ربه. الجنتين اللي خاف مقام ربنا لما عدى على الآيات اللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم اللي كانت بتتكلم عن يوم القيامة والحساب يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم نكمل السورة ووصف الجنة الثانية. ومن دونهم جنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان مداهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينين نضغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مختارات أكوان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفاف خضر وعبقري وحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. يوصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الجنة الثانية، وبعد كده في نهاية السورة الآية الكريمة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. دي الآية اللي احنا بنقف معاها النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى اختار اسم الجلال والإكرام في الآية دي لأن هي فعلا جمعت ما بين الحاجتين، إجلال الله عز وجل سبحانه وتعالى والخوف منه والخشية، ومن بعده يعني بالتالي وهنتج عنه الإكرام، لأن احنا بعد ما نخاف مقام ربنا ربنا بقى بيكرمنا وبيحسن إلينا بالجنة ونعيم الجنة، وده بالظبط اللي السورة بتتكلم فيه، اللي ربنا قاله لنا فمن خاف مقام ربه جنتين، اللي يخاف ربنا يكرمه. ففي الآخر كده لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، اختار ربنا سبحانه وتعالى اسم الجلال والإكرام ختم بيهم السورة دي. فده يخلينا نتأمل معنى ولي الجلال والإكرام بكل بساطة، وزي ما قلت لأن اللي يخاف يسلم، اللي يخاف ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمه وينعم عليه بنعيم الجنة. ناخد احنا بقى الآية دي ونتعامل بيها ازاي في حياتنا اليومية ونعمل لها إسقاط. هو إن إحنا مش نخوف الناس مننا أو إن إحنا الناس تخافنا، إحنا أقل من إن إحنا نقارن نفسنا ونقارن الخوف اللي إحنا المفروض نخافه من ربنا سبحانه وتعالى بالخوف اللي المفروض أي حد يخافه مننا. إحنا أساسا مش جايين نخوف بعض وده مش المغزى خالص، هي الفكرة كلها إن إحنا نخلي اللي يخاف يخاف علينا مش يخاف مننا. أنا أخلي اللي قدامي هو خايف على زعلي، هو مش عايز يزعلني أو خايف يزعلني عشان أنا ما زعلش، مش عشان هو خايف مني أو إن أنا هأذيه أو إن أنا هاعمل له حاجة أو أصلا إن أنا ليا قيمة كبيرة تخليه هو يخاف مني. وأخلي اللي قدامي خايف على زعلي مش خايف مني، خايف عليا من كتر الحب بيطمن عليا وبيسأل عليا وبيودني وبيساعدني، خايف على زعلي فمش بيزعلني ما بيعمليش حاجة تضايقني، يعني خايف على زعلي خايف عليا، لكن خايف مني إحنا أقل من إن إحنا حد يخاف مننا أو إن إحنا نخاف من بعض. ربنا سبحانه وتعالى فقط لا غير أحق أن كلنا نخشاه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده فلا تخشوهم واخشوني. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده إن إحنا ما نخافش من الناس، إحنا نخاف من ربنا فقط. وبالنسبة كمان إحنا نكرم اللي في حياتنا بقى، نكرم الناس اللي في حياتنا، والأولى أولى بالكرم هم أهل بيتنا. بستغرب جدا لما بلاقي ناس بتعامل الناس بره كويس جدا وبتعامل بره الناس حلوة قوي، وتيجي عند أهل بيتها تقعد تزعق وتتخانق وتتنرفز وتتعصب وتعاملهم بطريقة مش حلوة خالص، وكأن هم أقل من الناس اللي بره، والناس اللي بره أحسن منهم إن هم يتعاملوا حلو واللي جوه البيت يتعاملوا وحش. أو واحد مثلا يبقى في الشغل طول النهار قاعد يهزر ويضحك ومقضيها، ويجي يروح البيت بقى يقلب وشه ويتنرفز ويتعصب ويتكلم بطريقة وحشة ويعامل أهل بيته بطريقة وحشة، وكأن الناس اللي بره هم أحق بالمعاملة الكويسة والإكرام، وأهل البيت هم درجة تانية ما يستحقوش ده. وده من أكبر الحاجات الغلط اللي احنا بنقع فيها كلنا بلا استثناء. احنا لو هنعمل حاجة بالآية دي احنا نكرم اللي في حياتنا ونبقى فاهمين مين أولى بالإكرام، غير إن احنا طبعا نكرم كل اللي في حياتنا، بس أهل بيتنا هم أولى ناس إن احنا لما نبدأ بإكرام اللي في حياتنا إن احنا نكرمهم.
وبالتالي نكرم بقى كل اللي حوالينا قريبين مننا واللي حتى بعيد ومعارف واللي جنبنا جيراننا واللي بنتعامل معاهم في الشارع أو في الشغل أو المكان المحيط بينا. نكرم كل الناس ونحسن لكل الناس لأجل أن يكرمنا ربنا في الآخرة ويحسن إلينا بالجنة ونعيمها بإذن الله. بس كده مش عايزة أطول عليكم في الحلقة الأخيرة، وبإذن الله نبدأ جزء جديد الجزء الثالث والأخير وناخد سورة جديدة و5 حلقات جداد. كده نكون خلصنا سورة الرحمن وخلصنا الجزء الثاني من برنامج خواطر إيمانية. كل سنة وحضراتكم طيبين. كنت معاكم أنا منى الجواد.